ما تريحي يا بنتي نفس، ما تريحي يا بنتي نفسك، انت ما انتش عيله صغيره، عيب اللي انت بتعمليه ده. يا ست خدي لك شقه واقعدي بره، ما تقرفينيش. هو القرف اللي احنا فيه ده كل يومين والتاني مشاكل؟ ايه يا مرات اخويا؟ ايه يا محمد؟ صباح الفل. صباح النور. عاجبك اللي اختك بتعمله ده يا محمد؟ انت ما انتش شايف يعني وانت طالع يا بتعمل معايا ايه؟ الله ما يعجبش حد اللي هي بتعمله ده، بس هنعمل ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب، كل يوم تهزيق وقله قيمه. كل شويه تقعد تقول لي اخلي اخويا يطلقك، اطلقك من اخويا، اطلقك من اخويا. هي اتطلقت بقى يا محمد؟ قعدت في البيت تقرفنا؟ اتطلقت بقى عايزه تطلقني من اخوها؟ هو ايه الهبل ده؟ ايه شغل العيال الصغيره اللي احنا عايشين فيه في قلب البيت والله ده؟ احنا مهما اتكلمت معاها. خش جوه بقى. استغفر الله العظيم يا رب، لا استغفر حول الله ولا قوة. العظيم يا رب. معلش استحمليها على ما ابقى شوف مشكلتها دي ايه. انا والله ما عايزه اقول لاخوك يا محمد، والله انا ما عايزه اقول له عشان ما اجيبش مشاكل. انا عارف والله، انا بحاول على قد ما اقدر اعقلها، بس انا مش عارف هي حاطه نقرها من نقرك ليه. انا عارفه انت الكبير في البيت انت مزاولها في وعاقل، بس حاجه؟ طيب والله ما بعمل فيها حاجه. انا واقفه زي ما انت طلعت وشايفني كده ماسكه المقشه كده انا وبكنس طالع ايوه السور. وهي بكنس السور لقيتها عماله تترجم وتشتي. لا هو لا لا. الواحد لمسه دلوقتي ولا اتكلم معاه في حاجه؟ عماله تقول لي يهدك وعماله تغلط بالفاظ بقى انا مش هينفع اقولها لك انا. اشوف لك صرفه في الموضوع ده بجد. استغفر الله خلاص العظيم انا يا رب، هعمل ايه استغفر بس؟ الله العظيم يا رب. مش عارفه ايه حكايه ان اخليكي تطلقي من اخويا، اخليكي تطلقي من اخويا، اخليكي تطلقي من اخويا. هو ايه ده؟ ايه شغل العيال ده يا محمد؟ لو كده، لو الموضوع بقى مش شايف لها حل ومش عايزه تهدى، هعمل حاجه حلوه مع اخويا. تمام، هشتري منكم شقه، وهشتري لكم شقه اكبر من دي كمان، وتقعدوا فيها وخلاص وتنقلوا. اعمل ايه بس؟ ما قداميش حل غير كده. والله يا محمد اختك من بس ساعه ما معلش، اتطلقت، هنزل امد ايدي عليها من طيب. ساعه ما اتطلقت وجت هنا في هنا في البيت انا شايلاها على دماغي. انا مش القصه، انا عارف يا بنت الحلال انك جايه من بيت اصل والله، بس هنزل مثلا اضربها ولا اكسر عظمها؟ مش هيستفاد حاجه، ما اللي فيه ده عمره ما بيبطله. والانسان المؤذي بيفضل طول عمره مؤذي، والظالم عمره ما بيتغير مهما حصل في الايام. وهنعمل ايه؟ محدش بيختار اهله ولا عيلته ولا اخواته. خلاص خير يا محمد، انا عطلتك، اطلع فوق بقى وانا اخش اشوف انا بعمل ايه. طيب ماشي. معلش حصل خير. ما تقوليش لاخويا بس، وانا هحاول اقنعه انا في، يعني لو ما لقيتش حل معاه خير في والله خير. الحل اللي انا قلته لك ده. خير. طب شوف ماشي. مراتك هننزل السوق ولا لا، خليها تبقى مش ترن عليا. هطلع اشوفها، ولو هتنزل اخليها تكلمني. ماشي يا محمد. ماشي.